نسمع مع بعض وش صار مع قبلان السويدي. صحف يا قبلان، انا حقيقة متصل عاتبك بس كلي لك يا ابو محمد عامر، الله يطول في عمرك. لا عتب يعني، يا كلي لك يا ابو. في احمد جلوي يقرب لك؟ ها؟ لا ما يقرب. يقول خالي ما ادري اي معنى الخير. اي فالمهم هو قد جابني عندك في المجلة صح؟ ايه قد جابني وصورتوني وكذا. ايه تتفاجأت يا سيدي الفاضل انه مرسل لي رسالة انه اذا كان تبغى المقابلة تصير او كذا الاخ قبلان السويدي بلغني انه يبغى 3000 ريال. ما ادري وش رايك في الموضوع. نعم كيف ابو محمد سم. لا طبعا مستحيل. طيب كيف وقف معه هذا الرجل؟ انا يتصرف الموضوع. الرسالة عندي اجيبها لك؟ ما يحتاج. ومن جوال انا ادق عليه ما يرد. كاتب اذا تبغى نعمل لك المقابلة اللي في المجلة ارسل على حسابنا 3000 ريال. انا قايل لك يا ابو محمد من اول. اي زين سامنا مجلتك واي وقت. اول شيء النجوم اللي مثلك وشرواك لا يدخل بيضللكيهم مكسب لنا اذا جو. طيب انا على فكره انا ما عندي انا ما ارسل احد ولا اكلم احد. انا ارفع السماعه بنفسي واكلم بنفسي ابغى احد. هذا عتبي. ما ادري انت يا قبلان كيف ترضى تشغل واحد زي هذا عندك؟ والله انا ما ادري. تفاجأت بالموضوع هذا واول مره يحصل صراحه. كيف تتفاجأ يعني؟ ما تعرفه يعني. ابشر بعزك ولي تبي. الله يعطيك العافيه وما قصرت يا قبلان السويدي، واعتبر هالموضوع مقلب صار فيك. الله يعطيك العافيه. وش تبغى تقول للي يسمعونا اصلا الان بهالمقلب الجميل؟ والله العظيم انك ترد اعصابي قسما بالله لانه اول مره يحدث معي. نسمع مع بعض الممثل عوض عبد الله. عوض انا عندي مهرجان وابغاك 10 ايام في شهر 6 كذا. هي نهاية 10 الى 15 يوم. ما ادري كم تاخذ في اليوم. وين المهرجان فيه؟ فابها يسر الله. هذا ما خلنا نقعد انا وانت ونشوف. انت كم كاتب لي؟ ما كتبت لك. انا ابغى مبدئيا تقول لي يا ابو محمد باخذ كذا. كم 15 يوم؟ من 10 الى 15 يوم. خلاص اوكي مو مشكله يا ابو. كم انت شوف كم بتعطيني؟ يعني 500 في اليوم كويس يا عوض؟ 500 يعني كم تطلع؟ يا اخي 15 يوم يطلع لك حوالي 7 و5 كذا. 7005. اي 500 في اليوم. اي بشوف ارد عليك. لا تشوف رد علي عوض. انت رجال يعني ما انت بزر. اي انا اقول لك برد عليك عادي. اي زمالة ووقفة رجال يعني. بتشتغل ولا لا؟ اكيد لا بالحلال. والله ايش فيك انت جاي العيد معصب عاتك حالك؟ ماني معصب. وش قلت؟ لا برد عليك. انا برد عليك. اوكي او لا ان شاء الله بس برد عليك يا خالد. ما اقدر. لا قل استاذ خالد لو سمحت. يلا وش قلت يا ابو عبد الله؟ اخلص يا شيخ. خلنا نخلص هالموضوع. انا اقول لك و15 يوم وبقدم اجازه. المهم قل لي اوكي خلاص تم. خلاص ماشي يا حبيبي. ماشي يلا اي خدمه. رضاك حبيبي ويعطيك العافيه. ترى هذا برضه مقلب يعني حلو. اما وش مقلب؟ ما هو مقلب يعني انه ابغى اجس نبضك اشوف تشتغل معي ولا لا. تراك والله ما يوثق في كلام. يلا حبيبي. والله يا خالد استاذ خالد. الفنان الكويتي حسين المنصور. انا خالد الرفاعي. شلونك حسين؟ والنعم طول عمرك. شو اخبارك؟ كيفك حبيبي؟ ما في مسلسل عندكم انتاجك ولا شيء؟ لا حاليا لا الا بعد رمضان. يمكن بعد رمضان ان شاء الله الله سهل. يا حسين انا مستحي بس ودي اكلمك في موضوع حقيقة بس محرج. ما ادري بتقول لي ايه او لا. ما ادري انت الان في مسلسل عندكم بالكويت ولا شيء؟ الحين والله قاعد شغالين بس ايه طيب ما تقدر تتوسط لي عندك تشغلني ولا شيء؟ والله اكلمك امر والله. لا يعني اذا كان في احراج ولا شيء. لا اكلمك. اذا انت تبغى فلوس او شيء ترى انا تحت امرك. لا صح عليك شيء حكي. لا يعني ممكن حتى اجري كلاتك. لا تامر عمر انت. يعني ما تبغى مني فلوس؟ صح هذا انك فلوس يا واحد طول عمرك. لا والنص الثاني نشوف. شو الكلام طول عمرك يا اخي وش نسوي يا حسين؟ نبغى نطلع يا اخي. شو الحكي الله يهداك.
يا خالد. ما ادري اخوي حسين، احنا سوينا مقلب مع بعض الان وكان مقلب جميل. خالد الرفاعي يقول لي الكلام هذا، خالد الفنان بعدين الظروف ما تدري. والله انا جايهم ان شاء الله مني وفيني هذول اهلي المستمعين كلهم بالسعوديه والخليج كله ان شاء الله، وانا حريص على اني اعمل على الاقل الحين كل سنه عمل ان شاء الله للسعوديه. والله يوفق الجميع ان شاء الله يا رب، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. يعطيك العافيه حسين المنصور وشكرا. يا خالد لا تنسى تتوسط لي. اوكي عمر انت حبيب قلبي. مع السلامه، الى اللقاء، نلتقي يا حسين. نسمع مع بعض الممثلة خلود الجابر. يا خلود، الرجال قال المشهد ب100 ريال، مسلسل 15 حلقة، إذا تبغين نصيحتي توافقي. وش 100 ريال؟ خير إن شاء الله، يعطي عن حلقة زي الأوادم، ما في شيء اسمه مشهد. خير إن شاء الله، أنا بجي، حتى أنا بجي كمان أشوف الدور يعجبني ولا ما يعجبني. أنا قايلت لك هو بيرسل النص لي وأنا برسله على الفاكس، إذا وافقتي تم، ما وافقتي خلاص. طيب أنت ارسل النص وخير، خلينا أشوف الدور. يعني موافقة؟ إذا دور قوي يعني موافقة المشهد؟ لا أوافق، ما اوافق المشهد 100. هذا الكلام ما اتفاوض فيه معاه، يعني هو بقول له انت من جدك، يعني اول شيء انت مرسل لي مشهد ايش، اول شيء ايش هو الدور، اذا الدور قوي هذا اول شيء، ثاني شيء لازم انا اخذ على الحلقه، انا ما اخذ على مشهد ابدا. خلود من جد تتكلمين ولا تمزحين؟ والله العظيم من جد، انا قايلت لك، انا اكون معاك جد قايلت لك، انا هنا ما ارحم احد ابدا، ما رحموني ولا ان اللي اظهروا صورتي زي الاوادم، ولا انه شيء، ولا سووا لي شيء، ولا خدموني باي شيء ابدا. هذا منتج خليجي والله، حتى لو كان منتج خليجي. تاخذين كل الطرق بعصبيه؟ لا انا عصبيه، ايوه احترف لك، عصبيه مع الاشكال اللي عندنا هنا جدا، وحتى يحرم معاهم الاخلاق. يعني انا من هذه الاشكال؟ لا انت استبعد نفسك. لو انت من الاشكال هذه يا استاذ خالد، انا ما ارد عليك اصلا، ولا اتكلم معك كذا، ولا اقول لك استاذ اصلا. استغفر الله يا خلود. اي والله العظيم قهرتني، والله العظيم دمي هو يعني لاني جدا مضغوطه يعني. يا خلود وقسما بالله مقلب. خلود انا اذكر انك من النوع الريلاكس والحلو واللي الله يسامحك، الله يعطيك العافيه وما قصرت يا خلود، وان شاء الله تسمعين عاد صوتك ويعجبك. نسمع مع بعض الممثلة سارة. الو. ايوه. هلا والله. انت وقعتي عقد اللي تقولين معه ولا ما وقعتي؟ لا ما وقعت. طيب توقعين معي انا؟ اوقع معك انت؟ اي عقد. على ايش؟ يعني توقعين عقد معي على اساس لو جاء عمل، لو جاء كذا. عقد احتكار يعني؟ اي. بخالد. نعم. عقد احتكار؟ اي يعني مثلا فلنفرض انه مثلا جاء عمل، اوكي، مثلا نقول ب500 ريال، اخذ انا 250 واعطيك انت 250. طب انت ما تاخذ ال500 كلها؟ لا هذا حقك يا سارة، انت ممثلة لازم تاخذين حقك اذا بعد. لازم انا 250. لا اقول لك مثلا ليش انت طيب تاخذ؟ ايوه يا سلام عليك، انت بتكونين قاعده، انا ادق عليك التليفون اقول لك ساره تصويرك او اوصل لك المشهد او الحلقه او المسلسل وانت جالسه في البيت، يعني ما تتعبين، انا اللي اسعى لك بالعمل، فهمتي قصدي؟ سعادي بالعمل، وبعدين من اللي يمثل، انا ولا انت؟ لا انت. هو التعب في البداية ولا في العمل نفسه؟ لا بس البداية أنا اللي بقعد الحين ألاحق المنتجين، تطلعين على ما قالوا من المولد بلا حنبص. حنبص يعني المفروض تطلعين بفلوس يعني بشغلك، لا تعتبرين الموضوع استغلال. ما أدري وش أقول لك، أقول يعطيك العافية وشكرا على المقب اللي شربتيه ولا أنا اللي شربته، واحد منا. يعني ما في عقد الكلام هذا؟ لا في عقد. وما راح تاخذ 50. يعطيك العافية على المقلب اللي شربتيه، حلو. الله يعافيك.